السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير في صحة جيدة إن شاء الله. مرحبا بكم في قناة كويزين حفيظة، فيديو جديد ونهار جديد كله طاقة إيجابية. كما العادة نبداو لا فيديو ديالنا بالصلاة على النبي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم غادي نحضر معكم واحد العصير اللي هو رائع وصحي وغني غني 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 بالفيتامينات، كما كتلاحظوا في الصورة أو في الفيديو. المهم غادي نحضر معكم عصير زعزع على الطريقة ديالي بالموجود اللي عندي في الدار. غادي نديرو يعني أي حاجة عندك في الدار ديريها من المكسرات. مهم وهي ضروري غادي تكون بلافوكا. مهم نبداو على بركة الله في تقديم الوصفة. والمكونات اللي غادي نحتاج هنايا عندي التمر، عندي لافوكا، 2 حبات ديال لافوكا، عندي هنا مجموعة من المكسرات، عندي هنا واحد البنانة، واحد التفاحة، المهم والشوكولا، يعني أي شوكولا عندك في الدار استعمليها، ونصف لتر من الحليب. المهم أنا عندي هاد 2 لافوكات كما كتلاحظوا راني نقيتهم باش هكا ما يطولش الفيديو، راه كلشي كيعرف ينقي لافوكا. المهم قطعتهم درتهم في هاد الكأس ديال المولينكس. المهم غادي ندير فيها هادوك 2 حبات ديال لافوكا، وغادي ندير هنا 5 ديال الحبات ديال التمر او 6 اللي عندكم. المهم انا غادي ندير هاد الحلاوه طبيعيه، يعني ما غادي ندير لا، ما غادي نضيف لا سكر لا حتى شي حاجه. وإلا عندكم العسل الحر حتى هو ديروه. انا اكتفيت بالتمر، بالحلاوه ديال التمر. صافي نقيت هادوك التميرات، غادي نزيد واحد نص بنانه. هنا عندي انا بنانه كبيره قسمتها على نص غادي نزين بها العصير ديالي، والنص غادي نديرو لداخل في العصير يعني. وغادي ندير عاود نص تفاحه عاود حتى هي غادي نقيها ونديرها حتى هي مع هذا العصير. انا خاصني العصير ديالي خاصني يجي خاتر يعني ثقيل، باش هكذا نقدر نزوقو من الفوق بهذوك المكسرات يعني بالتفاح، البنان، يعني اي فواكه عندكم ديروهم. انا هذا الشيء اللي عندي اكتفيت به، اللي عندي في الدار اكتفيت به، يعني ما زدت شي حاجه ولا مشيت عاد وجدت لي زانغريديون ولا شي حاجه. كل شيء راه كان عندي في الدار. جاب غير لافوكا كانت جابها، قلت ارى ندير له عصير. وفكرت قلت ارى علاش ما نديرش عصير زعزع. يعني عصير زعزع هو يعني كيكونوا فيه المكسرات، يعني مليء بالمكسرات، يعني كاع المكسرات اللي عندك دير الزبيب، يعني اللوز، هذا الكاجو، القرقاع قلت وقيله، هذاك البندق او الجوز، مهم كاع المكسرات. انا كانت عندي هنا واحد الساشي فيها هذا الشيء مخلط، فيها الزبيب، فيها كل شيء، قلت ارى نديرها. المهم هنايا طحنت جميع العناصر مع بعضهم حتى نطحنوا لي مزيان. صافي وغادي نحيد الكأس ديالي، غادي نحطو جانبا. هانتوما كما كتشوفوا خاصو يجي ثقيل هكا باش هكذا نقدر نزوق يعني يعني الواجهه ديال الكؤوس ديالي او العصير ديالي. المهم هادو هما الكؤوس اللي غادي نقدم فيهم العصير. هنايا غادي نجيب دوك نص تفاحه ونص بنانه اللي كان بقالي، لان عندي هنا كميه صغيره ماشي كميه كبيره، داكشي علاش درت غير نص نص. وانتم الا كان عندكم يعني كميه كبيره غادي ديروا طبعا تفاحه او بنانه مكموله، او اي فاكهه عندكم غادي تزيدوها. المهم انا الفواكه اللي راهم عندي هما اللي استعملت، يعني اي حاجه عندكم في الدار تقدروا تزيدوا، يعني فاكهه اخرى كيوي او إجاص، مهم أي فاكهة أنا اللي كان عندي موجود درته. صافي قطعتهم، غادي نزيد نقطع هاد التميرات حتى هما غادي نزيدهم. مهم هاد العصير هذا كيجي غني غني بالفيتامينات، ويعني مع الفواكه تبارك الله والمكسرات راه تبارك الله غني. غير هو هاد العصير الا بغيتو يعني تشربوه غادي تناولوه وانتم يعني تكونوا الكرش يعني جيعانه شويه، لانه تبارك الله كيشبع. انا هذا راني درته في الليل يعني. صافي غير هو اكتفينا به، كلينا غير هو او شربناه. المهم كيف كيف نتكلم ولا نتشرب هذا. المهم كلشي كيجي في الكرش. المهم البنات راني كبيت هذاك العصير ديالي في الكؤوس كما كتلاحظوا. صافي غادي نجيب باش غادي نزين من الفوق، يعني غادي اي حاجه عندكم البنات كما قلت لكم غادي ندير دابا الفواكه من الفوق، تفاح، بنان، داك التمر. المهم وغادي نزيد المكسرات
والشوكولا راه عندي هنايا، عندي رافاييلو، عندي واحد النوع عاود من الشوكولا عاود اخرى. يعني اي حاجه راه يعني هذا الشيء اللي كان عندي متواجد درته. يعني وانتم اي شوكولا عندكم ديروها، يعني باش يجي المنظر والمذاق. وتبارك الله هذا العصير كيشبع وكيعطي واحد الطاقه زوينه للجسم ديالنا. مره هكا يدير بحال هاد الانواع من العصائر، بحال باش هكذا للتقويه العامه للجسم. هادشي اللي كاين. المهم البنات نتمنى الفيديو يكون خفيف ظريف على قلوبكم. هذا الفيديو هذا صورته في الليل، يعني صراحه حتى بديت كنوجد يعني الفواكه وداك الشيء، وقلت راه نصور الفيديو، علاش لا نشاركه مع المشاهدين باش هكذا يقدروا يوجدوه لوليداتهم والموالين الدار ديالكم، علاش لا. المهم كما كتلاحظوا كاع المكسرات تبارك الله راه عندي في هذا الطبيصل هذا كل شيء يعني مخلط. غير هو خصكم تاكلوه وانتم جيعانين، راني قلتها لكم قبل. حيت الا كنتو كالين وشبعانين بحال مثلا مورا الغداء ولا مورا العشاء، راه ما غاديش تقدروا تكملوا، لانه كيشبع صراحه. خصكم يعني ما تعشاوش او ما يعني في العشاء. انا اكثريه درتو دابا في الليل، يعني في الليل غادي ناكلو، ما غادي نتعشى ما حتى شي حاجه. راه تبارك الله والله الا كيشبع البنات. راه الا كليتو غير هاد الكاس راه تبارك الله بحال اللي ما عرف شنو كليتي. والحمد لله على كل حال، اللهم اديم نعمه واحفظها من الزوال يا رب. صافي هنايا زدت ديك الشوكولا ديال رافايولو، قسمتها على جوج، زوقت بها. وهاد الشوكولا حتى هي قسمتها على جوج. صافي درت شوكولا هكا من الفوق وزينتها بالكراميل من الفوق هكا، درت عليها خطوط ديال الكراميل. صراحه جا رائع 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 بزاف والله. لا زعما غير جربوه، راه جا رائع تبارك الله، وغني بالفيتامينات والتقويه العامه للجسم. كما كنقول لكم دائما الانسان خصو يتهلا في راسو ويتهلا في الصحه ديالو. غير مره بعدا الانسان ياكل بحال هكا حويجات اللي هما صحيين. صراحه جا غزال تبارك الله. كنت هنا غادي نزيد حتى الشوكولا، صافي هذيك الشوكولا يعني هذيك اللي غادي نزوق بها ساعه ما درتهاش، درت غير الكراميل، لان صافي راني درت الشوكولا بزاف ما كانلاش نزيد، زوقت غير بالكراميل فقط. فين نكمل التزيين ديال الكؤوس ديالي بهذا الكراميل كما كتلاحظوا. ومن الافضل يعني هما راهم كيتباعوا شويه بثمن في لي ريستورون كيتباعوا غاليين شويه، ولكن نحاولوا اننا نقدموهم او نحضروهم في البيوت ديالنا، علاش لا، ونعرفوا شنو درنا فيهم ونعرفوا شنو رحنا ناكلو. دائما الاكل المنزلي كيف ما كان كيبقى صحي، ولهذا نحاولوا نتفاداو الماكله ديال برا. ونتمنى يا البنات يعجبكم هذا الفيديو ديال هذا النهار، او الاقتراح اللي اقترحته عليكم هذا النهار. مهم دائما كنبغي نطلب منكم انكم تشجعوني وتزيدوا تشجعوني باش هكا نشارك معكم جميع الافكار او جميع الوصفات اللي كنعرف. ونتمنى نكون عند حسن ظن الجميع. والى فيديو قادم ان شاء الله وفرجة ممتعة. مع السلامة.